السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيك المقلاة اللي كيجي رائع بزاف، كيجي خفيف ببيضه وحده، سهل في التحضير، كيوجد في 10 ديال الدقائق، مكونات جد بسيطة. فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. اول شيء غناخذوا مقلاة اللي كتكون ما كتلصقش، غنوضعوا فيها ملعقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن تكون حيوانيه. لما متوفرش الزبده تقدروا تستغناو عليها، لكن من الافضل ديروها، هي اللي كتعطي ديك الخفه والطراوه للكيك. غادي نذوبوها على نار مهيله. في نفس المقلاة غادي نضيفوا ربع كأس ديال الزيت النباتيه. الا ما درتوش الزبده غديروا نصف كأس ديال الزيت. غادي نضيفوا 2 الاكياس ديال الكاكاو المر، من الافضل تستعملوا نوعيه هكا جيده باش يجيكم المذاق لذيذ. تقدروا تستعملوا غير كيس واحد، لكن بالافضل ديروا 2 الاكياس كيجي المذاق ديال الكيك افضل. غادي نخلطوا العناصر جيدا. بالنسبه للمقلاة فما خصهاش تكون سخونه، خليوها تبرد شويه عاد ضيفوا المكونات او ذوبوا الزبده في شي مقلاة اخرى. غادي نضيف بيضه واحده وغنخلط العناصر مزيان حتى كيندمجوا ليا. ثم غادي نضيف كيس من سكر فانيلا ونصف كأس ديال السكر حبيبات. كنعبر دائما بالكأس، كأس العنبه اللي كيوزن 200 مليلتر. غادي نخلط السكر حتى كينسجم ليا مع العناصر مزيان. ثم غادي نضيف الحليب. هنا عندي نصف كأس كذلك ديال الحليب. بالنسبه للعبار مضبوط بالغرام وبالمليلتر وبالكأس غتلقاو في صندوق الوصف اسفل الفيديو. غادي نخلطوا جيدا العناصر. ثم غنبداو نضيفوا الدقيق كنضيف كأس ممسوح ديال نفس الكأس باش عبرنا جميع المكونات، كأس ممسوح. بطبيعة الحال كنكونوا غربلناه من قبل. كنضيفوا كذلك واحد الكيس من خميرة الحلويات بيكنج باودر، من الافضل تغربلوه كذلك. وغنخلطوا جيدا حتى يولي الخليط ما فيش هذوك الحبيبات. كيف ما شفتوا القوام ديالو كيكون جاري شويه، ماشي بحال الكيك العادي. كنحاولوا نمسحوا هذوك الجوانب من هذوك الزوائد اللي لاصقين فيهم، لاننا غادي نطيبوا في نفس المقلاة. بالنسبه الى عندكم شي مقلاة اللي كتلصق او خفتو انها تلصق، فخلطوا هاد العناصر في شي بول او شي جبانيه هكا كبيره. عاد دهنوا المقلاة ديالكم جيدا بالزبده وصبوا الخليط. من الافضل الا كانت عندكم مقلاة اللي كتلصق. غادي نوضعوها فوق نار مهيله بزاف، يعني نار تكون مهيله شمعه. غادي نغطيو المقلاة ديالنا ونوضعوا واحد داك الثقب كنغطيوه كذلك، ضروري الا كان شي ثقب في الغطاء كنسدوه. وهنا كنديروا واحد القصديره او شي حاجه، شي مقله اخرى من تحت المقلاة هكا باش ما تحرقش لينا. من الافضل وطيب على خاطرها وتجي خفيفه وطيبه مزيان وما خضراش من الداخل ومحروقه من التحت. كيف ما كتشوفوا بعد مرور 10 ديال الدقائق بالضبط كنلقى الكيك ديالي نشف من الفوق. كنحاول ندخل واحد الكيردون هكذا او عود او قطيب كندخلو. الا خرج ناشف راه صافي الكيك ديالي راه واجد. غادي نطفي النار ونحطو جانبا يبرد شويه، يعني كياخد 10 دقائق فقط، ما كياخدش وقت طويل. من بعد ما برد ليا الكيك شويه كنتاكد انه ما لاصقش. كيف ما كتشوفوا راه ما كيلصقش. الا كان المقلاة النوع ديالها زوين راه ما كيلصقش. ولا شكيتو كيف ما قلت لكم دهنوها بالقليل من الزبده، عاد صبوا فيها الخليط. هنا خديت واحد الكاس تقريبا ديال الحليب، كاس لاروب. غادي نسقي هذيك الكيك ديالي مزيان بعد ما كنتقبو مزيان باش يتشرب ليا الحليب. هاد العمليه اختياريه، لكن من الافضل انكم ديروها، كيعطي واحد الهشاشه وواحد الخفه للكيك كتجي رائعه. كنخليو داك الكيك يتشرب لينا الحليب. ثم كنوجدوا الصلصه اللي غنوضعوا من الفوق ديال الكيك. هنا عندي تقريبا واحد الكميه ديال الشوكولا. هنا استعملت شوكولا اللي فيه نسبه كبيره ديال الكاكاو هكا باش يعطيني مذاق افضل. تقدروا تستعملوا اي شوكولا عندكم، شوكولا بالحليب او اي شوكولا.
من الافضل يكون هكا النوعيه ديالها زوينه باش تعطيكم مذاق لذيذ للكيك. زدت عليها واحد 2 ديال ياغورت او دانيت ديال الشوكولا. تقدروا تستعملوا ياغورت طبيعي وتقدروا تستعملوا يعني كميه اللي بغيتو حسب نتوما الكميه اللي كتبغيو الشوكولا في الكيك ديالكم. هاد الكميه راه كتعطيني كميه كثيره. هنا ضفت تقريبا 2 الملاعق كبار حتى ل3 ديال الحليب غير باش تجيني صلصه الشوكولا شويه جاريه. الا كنتو كتبغيوها تكون ثقيله فما تضيفوش الحليب نهائيا. كنخلطها حتى كنحصل على صلصه اللي كتكون هكا متجانسه وناعمه هكذا، كتكون جاريه شويه، وكنصبها مباشره فوق الكيك وهي ساخنه باش يتشربها. كيف ما كتشوفوا كتجي الصلصه رائعه بزاف، بالاخص اذا استعملتوا شوكولا النوعيه ديالو تكون جيده، كتجيكم الصلصه لذيذه بزاف. هذا الكيك كيجي اكثر من رائع، كنتمنى تجربوه، اكيد غادي يعجبكم، سهل وسريع في التحضير. غادي نرجع الغطايه وغادي ندخلو للثلاجه حتى كيبرد ليا تقريبا واحد ساعه او نصف ساعه حسب الوقت اللي عندكم، وكنقدمه. بالنسبه للتزيين فانا استعملت هنا حبات ديال الفراوله، قسمتهم على نصفين وزينت بهم. كيبقى التزيين دائما حسب الرغبه وحسب المتوفر عندكم، تقدروا تقدموا غير هكا، كيجي رائع بزاف، كيجي خفيف ولذيذ كيدوب في الفم. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها، وما تنساوش الى عجبتكم تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا على المشاهده، ومع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله.